اسمعوا البنت دي كده وهرجع اتكلم معاكم. في لا الحالات لا اللي لا لا زي لا دي لا بيبقى نفسي ربنا ياخدني لا لا اول لا من لا لا. الامتحان دي يبقى حاجة بكره. لوحدها كده. دي في وانا حتة الأمان في اللي الزنقه اللي فيها كل ما دي، عمله. يعني لا، بيبقى هواني دي فعلا في أغلى ما اللحظات اللي عمله. زي دي. دي ربنا والدتي يحرقني يعني، وجيشي. ادوس في دي قطر اي أهم حاجه. إنجاز في وزي ما انتوا شايفين كده، هي دعت على نفسها لانها خايفة من الامتحان، وتاني يوم البنت توفت في حادث سير. في بقى نقطتين مهمين جدا من القصة اللي حصلت دي. اولا ربنا يرحمها ويصبر اهلها، ولكن انا عايز اقول حاجتين مهمين. اول حاجة انه الاهل لازم يبطلوا ان هم يضغطوا على اولادهم بشكل مرعب في موضوع الدراسة وغيره، لأنه احنا شفنا كتير حالات على مدار سنين، أطفال بتموت بسبب الخوف من الامتحانات والنتيجة والحاجات دي، أو بيحصل لهم مشاكل نفسية أو أي حاجة من دي. الحاجة التانية إن احنا برضو لازم نعلم ولادنا أصول الدين. ربنا نهانا على إننا ندعي على أنفسنا وعلى أولادنا، فعلموا اطفالكم انه الحاجات دي ما فيهاش هزار، ما فيهاش يعني ان احنا نستهون بالكلام ده، لانه اي كلام ممكن نقوله لمجرد ان احنا فاكرين انه كلام عادي ويتقال كده بسهولة، لا، ممكن يكون اثره علينا صعب. صحيح احنا اقدارنا مكتوبة، وصحيح كل واحد ليه عمر، ولكن ده برضو ما بيمنعش انه الكلام بيكون سبب، لان محدش مننا عارف هو بكره هيحصل له ايه. ربنا يحفظ ولادنا ويوفقهم، وما تنسوش ابدا انه التربية والتأسيس من الصغر ده شيء مهم جدا ومسؤوليتنا كأهل. السلام عليكم.